فيه 3 كلمات أو 4. أولهم كانت كلمة عامل نظافة كشري التحرير. الكلمات ال4 دول كانوا متداولين والأكثر رواجا، مش على جوجل، مش على فيسبوك، مش على تويتر، لا، ده كانوا على مسمع على مرمى ومسمع كل الناس في الشارع المصري. ايه اللي حصل والتفاصيل هقول لحضراتكم حالا، لانه ما بين تقديمه الواجب العزاء في جنازة فريد الديب التي اثارت الجدل كثيرا، وما بين ايضا متابعينا الكرام خطبته لاحدى المذيعات، يقال انه تم خطبتها لاحدى المذيعات، وما بين هذا وذاك نجد عامل نظافة كشري التحرير في مرمى النيران. ماذا يفعل المحامي وائل أبو شوشة؟ قال إن سئمنا من الأخبار، غدا سأتقدم ببلاغ ضده. يا ترى البلاغ هيكون مفرداته إيه؟ البلاغ هيكون عن إيه؟ كل ده هنعرفه مع معالي المستشار وائل أبو شوشة. أهلا بحضرتك معانا أستاذ وائل. في الأول كده إيه اللي خلاك غضبت من عامل نظافة كشري التحرير، او ايه اللي اساء يعني مش عاجبك فيه؟ اتفضل. لا طبعا هو انسان وبشر ويحترم ويقدر، لكن انا اللي مش عاجبني ما يحدث على الساحة المصرية. احنا النهارده يا جماعة عندنا قمة مناخ، عندنا بطالة، عندنا ازمة اقتصادية، عندنا دولار، عندنا صنايعية مش قادرين ينتهزوا الفرصة السانحة لهم الآن. النهاردة الدولار معناها أن المستورد غلي، طب يبقى دي فرصة للصنايعية والمبتكرين والمخترعين في مصر، مش ان انا اروح ادور على الاخبار بتاع الكشري. النهارده راح المحل مش عارف مين، النهارده مين غداه، النهارده راح يتجوز، بكره مش هيحضر مؤتمر المناخ، بعد بكره مجلس الامن مستني كلمه. ايه التهريج اللي احنا فيه ده؟ دي مهزله، واصبحنا كده يعني بنسخر من بعض وبنقلل من بعض قوي. احنا كنا في الاول مع هذا الشخص الذي له كل الاحترام في شخصه وإنسانيته وكينونته كإنسان يحترم ويقدر الله كامل الحرية في ذلك، لكن إن إحنا بقى نستخدم هذا الحدث يعني أنا آسف في اللفظ نتوه الناس ونبعدهم عن حقيقة ما نعيشه في مصر. النهاردة في ناس بتشقى عندنا يعني شايف إن هو أصل أثار القلق فيه، يعني هو راجل اتطرد من محل التحرير او ما اتطردش ما نعرفش. بص يا استاذ هاني، هو اثار القلق فيه. بص يا استاذ هاني لحظه واحده بس. احنا النهارده لما اقعد اطلع على السوشيال ميديا وعلى الاخبار واقول اخبار وشائعات واتداول هذا في الصحف واتداول هذا في المواقع الاخباريه، يبقى انا بشغل الراي العام، يبقى انا بثير البلبله والاشاعات كده. انا اقع تحت طائله القانون في 3 مواد بيقيدوا هذا الامر. الماده 11 والمادة 188 من قانون العقوبات، والمادة 80 من قانون العقوبات، والمادة 102. كل دول لو أجملناهم هنلاقي اللي بيحدث على الساحة وعلى السوشيال ميديا ده احنا بنسفه من بعض، احنا بنسخر من بعض. طبعا بتتكلم عن شخصه ولا صفة؟ لا 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 لا، شخصه يحترم. أيوة. لكن ان انت بقى تستغل ده وان احنا نستغل ده على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية تتداوله وكأنه حدث العام. ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه ده انتوا عندكم مشاكل كبيره، يعني انتوا عندكم ناس بتحارب على الجبهه، عندكم ناس عاوزه تبني مصانع عشان تقلل استيراد السلع المستورده، عشان يقل التضخم، عندنا مشاكل في البنوك، عندنا مشاكل في الاقتصاد. طب فين المبتكرين؟ ما هم دول اللي احنا عاوزين نطلعهم، مش بتاع الكشري. انا اسف في اللفظ يعني، كل كشري ما كلش كشري، موقف وعدى وخلاص نقفل الصفحه دي. يا اما انا هطلع بكره على النائب العام هعمل بلاغ في اي حد كده، اغلاق هذا الملف بتاتا، اغلاقه من كل نواحيه. مفيش موقع يتم تداول هذه الاخبار انها تثير الثوره وتثير الراي العام من داخله. احنا عندنا مشاكل كبرى، عندنا ناس مش لاقيه شغل، نبحث لهم عن مشاريع، عندنا ناس بخصوص عامل النظافه، ما خلاص بقى ما تقفل الباب ده يا استاذ هاني بقى. انا اتخنقت منه. الباب ده اقفله. هذا الباب لازم ان يغلق. ان لم نغلقه اصبحنا شعب تافه. صدقني ما يحدث في السوشيال ميديا هتقدم ببلاغ باغلاق هذا الملف. صدقني ده حاجه اسفاف.
اسفاف لما افتح موقع بدل ما ادور على الحاله الاقتصاديه بتاعت دولتي وابقى نفسي كده ان احنا نبقى فوق، نفسي ان انا الاقي عالم من العلماء بيقدر ويقيم ويتم اعطائه الجائزه ونمنحه منحه، لكن ادور على بتاع الكشري اللي دخل ما كانش كشري. ما تخليش بقى استغفر العظيم يا رب، هو له كل الاحترام كشخصه، لكن موقفه عدى. مش عاوزين نأفور، احنا كده شعب بيأفور، شعب اتجنن. طب مواد القانون بتنص على المواد واضحه، اثاره الشائعات والبلبله والاخبار الكاذبه واضحه، في كذا ماده بتتحدث عن هذا الامر. لازم وانا بناشد النائب العام المحترم حماده بالصاوي المحترم الذي لديه وحده ترصد كل هذه المهازل، لازم كما أنه يسعى لإغلاق كل منابع الرذيلة والدعارة وغيرها من الأشياء التي تثير الرأي العام، الجرائم جميعا. دي جريمة أن أنا أثير، أن أنا أخذ الشعب في حتة تانية واقول له كشري ودخل وراح عزه مش عارف. يعني شايف الموضوع الكشري، شايف ان احنا بنضحك على نفسنا، بنضحك على بعض. شايف الموضوع العامل ده خد اكتر من حدوده، لانه خد اكتر من حدوده لان احنا شعب بيعمل تفاهات. حرام عليكم، الناس عاوزه تاكل وتشرب وعاوزين نبني ونعمر. احنا كده لما نقعد نتكلم بتاع الكشري ده احنا كده يبقى احنا بقى ما عندنا، يبقى احنا كلنا وشربنا وقاعدين في البيت مستنيين يجيبوا لنا الفلوس. احنا كده ما عندناش مشاكل بقى. فاضيين احنا بقى اللي بتاع الكشري وبتاع الكبده وكل النهارده واتجوز وخطب وراح مؤتمر. ده احنا كده بنهرج. مش محامي بقى كوائل ابو شوشه الانسان، كوائل ابو شوشه انا غاضب لهذا الامر. ما يحدث اثاره واثاره الشعب، الناس عاوزه اللي ياكلها ويشربها ويعيشهم في حياه كريمه، مش يدوروا على بتاع الكشري. احنا كده بنضحك على نفسنا، دي مهزله، غيره وطنيه. احنا في مهزله والله العظيم، مهزله. اصحوا اصحوا يا مصريين، ما تعيش مصر. لابد ان ننتبه لما يحدث. عايزين نبني، نعمر، نزرع، نصنع. خلينا اسال عن مفردات الذي سيكتب في. انا هبتدي من اللحظه اللي فيها اللي فات مات يا استاذ هاني. من اللحظه دي من سيتحدث في هذا الشان انا هطلب اغلاق هذا الملف من مكتب النائب العام من وحده الرصد، لان هذا يثير الشعب، حفيظه الشعب. ناس مش لاقيه تاكل، عاوزين عمل، عاوزين نشتغل، عايزين نبني. ما يبقاش واحد بيشتغل لوحده واحنا في وادي ثاني ونرجع نقول اصل احنا تعبانين، اصل احنا مش لاقيين. لا، انتوا اللي بتعملوا كده، انتوا اللي بتعملوا كده على السوشيال ميديا لما تجروا ورا الاخبار ومش عارف مين كل ايه ومين شرب ومين اتجوز ومين خلف. بس ده مقصود، يعني ده حصل يا سيدي الفاضل، حصل، ده حصل منه. خلاص، غفر الله، رحم الله ما كان. خلينا نبتدي في صفحه جديده. عايزين نبني، طب كإنسان، عايزين نعمر. كإنسان بقى، هل مش انا يعني مش تقديم الواجب العزاء؟ يا سيدي، تقديم واجب العزاء ايه؟ هو كان من البعثه الدبلوماسيه. واجب عزاء مين؟ هو يعرف فريد الديب؟ انا كنت اعرف المستشار فريد الديب وما حضرتش العزاء لان كنت خارج القاهره. مش موضوع يعني، مع احترامي لحضرتك استاذنا رحمه الله عليه، لا هو راح ياخد اللقطه. خلي بالك بقى، اللي زي ده حس ان هو بقى الناس بترصده بالكاميرات فرايح ياخد اللقطه وطلع يألف ويقول لك اصل انا عرفت ان هو كان بقى فريد الديب في مرضه كان بيفكر يدافع عنك. انت هتضحك علينا احنا يا مصريين؟ انت هتضحك علينا؟